أوقات كتير بنحن لوصفات وأكلات كانت أمهاتنا بتعملها زمان، خصوصا الأكلات الاقتصادية. وأغلب الوقت في آخر الشهر كده كلنا بنحب ندور على وصفة سهلة وما تكونش مكلفة معانا وتحسسنا كده بروايح زمان. فيديو النهاردة وصفة حلوة جدا كنا بنعملها زمان، سهلة واقتصادية، وإن شاء الله تطلع معاكي طعمها في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معنا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. يا ريت لو اول مرة تشوفي قناتي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي، وما تنسيش اللايك عشان الفيديو يترفع والكل يستفاد. وصفة النهاردة هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية وسهلة. هنعمل مع بعض النهاردة العجة المصرية بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومكونات حلوة، وان شاء الله الوصفة النهاردة معاكم تكون سهلة وتعجبكم. مبدئيا كده معايا حلة على النار، هنزل فيها كده بمعلقتين من الزيت. الوصفة دي انا حطيت فيها زيت زيتون، تقدري تحطي فيها زيت ذرة، زيت عادي اللي هو زيت عباد، اي زيت انت محتاجاه يعني اللي موجود عندك. بعد كده بتاخدي بصلتين حلوين كده يكونوا كبار، وبتبداي ان انت تقطعيهم تقطيع رفيع كده عشوائي يعني. وهنبدا ان احنا نشوح معانا البصلتين دول معانا في الزيت. بقطع كمان معايا قرنين كده خضر من الفلفل الاخضر، وكمان لو عندك فلفل الوان تقدري تحطي. بعد كده بعمل معايا شويه كده من الطماطم في الخلاط وبضربها في الخلاط، وببدا انزل عليه على البصل والفلفل اللي احنا حطيناه. بعد كده احط معايا بهارات فلفل اسود وكمون. بعد كده هبدا اجهز معايا خلطه زي خلطه القرنبيط بالظبط، احط معايا 3 بيضات او 4 بيضات على حسب ما انت حابه. بعد كده هنزل معايا بشويه كده من البهارات، وهنزل كمان معايا بشويه من الميه، وهنزل معايا بالكمون والفلفل الاسود وشويه كمان من بودره الزعفران. وهبدا ان انا اخلط كده معايا الخليط كله مع بعضه. وحطيت كمان في الوصفه دي شويه كده من بهارات الفراخ. بعد كده هبدا انزل معايا بشويه الدقيق، وهحط عليهم كمان شويه كده من الخضره المتقطعه. ده كله هخلطه معايا في الخلاط، لكن الخضره بسيبها لاخر مرحله عشان عايزه الخضره تظهر معايا في الخليط ده. بعد كده معايا شويه كده من البطاطس المسلوقه، هبدا ان انا اهرسها هرس كويس كده يعني علشان تكون ناعمه معايا، مش عايزاها برضو تكون ناعمه قوي. بعد ما الصلصه معايا اتسبكت بالشكل اللي انتوا شايفينه، هبدا انزل معايا بالبطاطس المهروسه معايا في الحله دي زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا ان انا اقلبها كويس. وبعد كده هبدا ان انا انزل معايا كمان بالخليط اللي احنا عملناه اللي هو خليط الدقيق والبيض. لو انت عندك كمية بيض كتيرة حابة تحطيها ممكن تستغني عن الدقيق، تحطي معلقتين 2 بس من الدقيق. لكن لو انت حابة ان انت تقللي شوية في البيض، فهتبدأي ان انت تعملي خليط زي اللي انتوا شايفينه، حسب بقى الخليط ما يكون معاكي وحسب الكمية اللي معاكي. بعد كده ببدأ انزل معايا بالخضرة كده واقلبها معايا كلها في الخليط اللي معايا. واخر حاجة بنزل بيها هي خليط الدقيق اللي عملناه دي بالبيض، اللي هي خلطة القرنبيط. ممكن تسيبيها شوية على النار يعني وتقلبيها والنار شغالة عليها لمدة دقيقة كده او حاجة، وممكن كمان تقلبيها كده بس وتطفي النار عليها. بعد كده بحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وببدأ ان انا اقلب الخليط معايا زي ما انتم شايفين. معايا صينية مدهونة زيت، وببدأ انزل معايا بالخليط كله، وببدأ ان انا اسوي كده الخليط معايا كويس في الصينية بالشكل اللي انتم شايفينه. بعد ما بسوي الخليط بيكون معايا بيضتين بحط عليهم فلفل اسود، وابدا ان انا احطهم كده معايا على وش الصينيه علشان يدوا معايا للصينيه لون ووش شكله حلو. تقدري تستغني عن خطوه البيض دي في اللي على الوش، وتحطي مكانها جبنه موتزاريلا او جبنه رومي على حسب ما انت حابه. بعد كده بدخلها معايا الفرن تستوي كويس. بخلي درجه الحراره عندي على درجه حراره 200 لحد لما يعني تبدا تتماسك معايا وتاخد وش بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا مش هطلعها معايا من الفرن لما اتاكد ان هي من تحت تكون استوت كويس واخدت معايا لون بالشكل اللي انتوا شايفينه من فوق ومن تحت. الوصفة العجة دي بتكون معايا طرية اول ما بتطلع من الفرن. بعد كده لما بتسيبيها بتبدأ تتماسك وتتقطع قطع متماسكة. انا قطعتها هنا بالشكلين وهي لسه سخنة، وسبتها كمان جزء منها لما بردت عشان اوريكم برضو شكلها. في بداية الفيديو كانت لما بردت، دلوقتي هوريكم شكلها وانا بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه. بس معايا كده بتكون طرية شوية، كل ما بتسيبيها بتبرد كل ما بتماسك معاكي اكتر، وبتطلع معاكي قطع متماسكة بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي كانت وصفة النهاردة، وصفة سهلة وخفيفة واقتصادية مش مكلفة، وكمان هنغير مع بعض في طعم الاكل.
من الوصفات اللي تقدري ان انت تعمليها في اخر الشهر، او لو حابه تعمليها عشاء خفيف يعني او فطار. وصفه حلوه. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وبتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لو اول مره تشوفوا قناتي عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. مستنيه كومنتاتكم وتعليقاتكم، ولو حابين اي استفسار او اي وصفه حابين ان احنا نعملها مع بعض يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله نجهزها مع بعض. وبشكركم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.